السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ اهلا بكم في قناتي نكهة البيت طعم وريحة. النهاردة هعمل معاكم الكشري المصري. انا هنا حاطة ايه، انا نقعت الحمص، يدوب نقعته في المية وشغلت عليه اهو، عشان هو ده اكتر حاجة بتاخد وقت شوية. حاطة جنبيه ايه كمان، حاطة جنبيه العدس الاسود. بصي حطيتهم على النار كده عشان يستوى، وبعد كده هعمل الرز معاكم والمكرونه والدقه وكله بتاع الكشري. هحط بس شويه ملح هنا وشويه ملح على العدس، وهسيبهم بقى لحد ما يستووا معانا. العدس كمان طبعا احنا العدس مش عايزينه يستوي على الاخر، عايزينه يبقى ايه، ماسك نفسه. هو الحمص بس اللي هياخد وقت معانا. بعد كده هعمل الرز والمكرونه وباقي التفاصيل بتاعه الكشري. بصوا يا جماعه، خلاص بصوا قرب يستوي ازاي الحمص، بس هو لسه قاسي، خلاص قرب يستوي يعني. بصوا معانا هنا ايه، العدس كده استوى. هصفيه عشان ما يعملش. بصوا صفينا العدس اهو عشان ما يفضلش على النار. اغير بس الاماكن. هتحطي طاسه على النار او صينيه كده فيها حبه زيت او سمنه او الاتنين على بعض اللي انت حباه، تسخن بس شويه. حطينا الصينيه اللي على النار كده، هحط فيها شويه توم، معلقه كبيره كده توم. انا بحب اعملها بثوم، في ناس بتحب تعملها ببصل، انا هعملها بثوم تبقى خف كده وليها نكهه. هطعمها طبعا بملح، وحبة كزبرة وكزبرة، ودول بس تصفر بس التومة كده شوية، وهنزل عليها بالطماطم. جهز معايا الطماطم. يعني بصي شكل التومة كده خلاص كده استوت معانا. هروح حاطة عليها ايه، طماطم، هسيبهم بقى يتسبكوا مع بعض. بس هحط لهم ايه، التوابل بتاعتهم عشان يبقى الطعم جميل. شوية الملح، شوية الفلفل الاسود طبعا، كل اللي عندك، كل الاضافات اللي بتحبيها في طعم الكشري حطيها. حطيت عندي كزبرة، هنديهم تقليبة كده وهسيبهم يتسبكوا. في الاخر بعد ما يتسبكوا بقى انا بحب هضيف عليها المكون ده، بيديها طعم ولذاذة ومزازة تحفة، وبيخليها سبايسي كده شوية. هوريكم برضو بالخطوات بس بعد ما اخلص كده. هو منه صوص ومنه بيدي طعم، وانا بحب اضيفه على الصلصة بتاعت الكشري. هسيبها تتسبك وهعمل الرز والمكرونة.
حطيت حله معاكم وفيها شويه زيت على سمنه برضو عشان هعمل ايه الرز. انا بحب اعمل كل حاجه لوحدها. جربت مره اعمل الكشري في حله واحده الصراحه ما عجبنيش، كله كده اتكتل مع بعضه وعجن. لكن لما اعمل كل حاجه لوحدها بتريحني. اللي بيحب المكرونه بزود له مكرونه، اللي بيحب الرز بزود له الرز، اللي ما بحبش العدس ما بحطلوش عدس اصلا في طبقه كده يعني. فلما كل حاجه لوحدها بتبقي متحكمه انت هتغرفي ايه في الطباق على حسب الذوق بتاعكم. هنحمر الشعريه، هنستنى عليها لغايه ما تحمر. ولو وصلتي لغايه هنا يا حلوه انت وهي ما تنسيش تعملوا لي اللايك والاشتراك عشان قناتي تكبر بيكم. خليكم معايا كده وانا بحمر في الشعريه لغايه ما تاخد اللون الذهبي الحلو. بصوا كده معايا الشعريه كده خلاص اتحمرت. بصوا اللون الذهبي الحلو ده. هزود عليها الرز ونفضل نقلب. بصوا هنا حاطين ايه الصلصه بتاعتنا اهي بتتسبك مع بعض اهي. وده العدس اهو بهويه، والرز دي شغاله فيه برضو. جربي طريقتي في الكشري مش هتندمي، هيطلع معاكي حاجه تحفه خالص وهيعجب اطفالك لو بيحبوا الكشري يعني، والكبار والله هيحبوه. اصلا طبق الكشري دلوقتي بقى ايه، بقى بمبلغ، لكن لما تعمليه في البيت بيوفر معاكي اكتر. تعالي بصي معايا كده الحمص. بصي لسه الحمص شويه عليه بس. بصي خلاص دخل في السوا اهو. هعيد له شويه بس ايه، لسه شويه. بصي التسبيكه، نغطي على الحمص. هزود الرز دلوقتي. كده هنزود، هقلب الرز شويه. احط له الملح. ظبطي ملح كل حاجه لوحديها عشان في الطعم في الاخر يبقى الطبق كله ايه مظبوط، مفيش حاجه زياده ملح، مفيش حاجه ناقصه ملح. واهم حاجه طبعا الصلصه تبقى ايه متبلها كويس. هزود بقى الايه الرز. نديهم تقليبه كده مع بعض. كده بعد ما زودنا الرز اهو هظبط معاكم ايه الملح برضو. هزوده شويه ملح تاني عشان يبقى مطعم، وهغطي عليه واسيبه بقى يستوي. واسيبه بقى لحد ما يستوي. بس التسبيكه بس خلاص قربت بقى تتسبك كويس مع بعضيها وهنطفي عليها. دلوقتي هجيب حله على النار احط فيها ميه بتغلي عشان اعمل ايه نسلق المكرونه. بصوا يا جماعه، بصوا الصلصه بقت تحفه ازاي. انا بقى هزود لها ايه اللي انا قلت لكم عليه. بصوا ده خطير، طعمه تحفه وشكله يجنن وطعمه خطير في الحاجه. هحط منه شويه صغيرين وبعد كده ايه هنحطه كصوص جنب الكشري. طعمه تحفه. لو عيالك او اطفالك بيحبوا الشطه حط لهم منه، مش بيحبوا طبعا ما تكتريش. بيدي الطعم والمزازه بتاعت الخل والثوم. طبعا الشطه بيبقى مالح بيبقى حراق. وهنا بصوا الرز تشرب ميته وانا وطيت عليه. وهنا حطيت حله للمكرونه
تغلي بس وهحط عليها المكرونه. وهنا ده لسه، شايفه ده اخد وقت قد ايه، واخد الحمص ده اخد وقت كل المكونات اللي انت عملتيها. يعني الحمص ده انا حاطاه اول واحد على النار عشان بياخد وقت شويه. بقى تغلي الميه بتاعه المكرونه وهنعمل المكرونه مع بعض. كده الميه بتغلي، هنحط فيها طبعا شويه الملح عشان هنسلق فيها المكرونه. بصي اي نوع مكرونه يعني اللي تحبيه. بصي دي خليط من انواع المكرونه اهو. كمان هنحط شويه كمان. بصي اي انواع مكرونه انت تحبيها حطيها مع بعض، سباكيتي، قلم، اي حاجه، صغير، قواقع. تديهم تقليبه كده وتسيبيهم لحد ما ايه يستووا على النار. الرز شكله ايه خلاص، لسه هيستوي، خليه يستوي براحته. وانا طفيت على الصلصه اهي، استوت الصلصه، شايفين لونها تحفه جميله قوي. هتاكلي احلى كشري باحلى صلصه. ودلوقتي هعمل معاكم البصله اللي هي الورد بتاع الكشري. حطينا زيت على النار. بصوا البصل، شايفين قطعته رفيع قوي اهو، وتبلته ملح وتبلته بالدقيق، غلفته بالدقيق كده وهنحطه. ما تحطيش كميه كبيره في الزيت عشان يتحمر معاكي بسرعه. حطي على قد الطاسه اللي عندك بس، ما تكتريش. اعمليهم على مراحل افضل، انا بعملها كده يعني احطهم على مراحل عشان يتحمر ويبقى اسهل. بصي معانا بقى الرز استوى اهو، شايفين، والمكرونه استوت وصفتها. طبعا الترمس سوري يعني الحمص لسه شغال على النار. فكرني بايام العيد، الترمس والحمص بقى والحاجات تجهيزات العيد. كل سنه وانتم طيبين ان شاء الله، وتعملوا ترمس وتعملوا حمص وتعملوا كل حاجه على العيد ان شاء الله. شايفين البصله، هتسيبها تتقلب كده شويه لغايه ما تحمر ونعمل الباقيين. شايفين يا حبايبي، انا طلعت اهو اللي حطيتهم في الاول كده شكل البصل. هحط بقى باقي الكميه، خليها هنا على جنب. هحط بقى باقي كميه البصل. هحطهم كلهم بقى مره واحده عشان انجز. وهسيبهم بقى لحد ما يتحمروا برضو زي دول واخرجهم. كده بعد ما يتحمروا التانيين بقى الكمية، اهم حاجة تفرديهم ما يبقوش على بعض عشان يبقوا مقرمشين زي ما هما. تعملي بقى الكمية اللي تريحك انتي في البصل. انا عملت بصلتين كده كبار، وتسيبيهم بقى لحد ما ايه تظبطي طبقك وتحطيهم على الوش من فوق. انا فاضل لي الحمص لسه مستواش. شوفي اخد مني وقت قد ايه. خلصت كل حاجة الا هو. وادي شكلهم، شايفة الشكل، شايفة الصوت، سامعة الصوت، سامعاهم بيخرفشوا ازاي. بصي مقرمش جميل. اعمليها بالطريقة بتاعتي، حطي عليها بصل، قطعي البصل شرايح رفيعة كده ورشي عليها ملح، وبعد كده تبليها بالدقيق، غلفيها كده بالدقيق، اديها تقليبة جامدة بالدقيق، وبعد كده في زيت سخن وحطيها على طول. كده يا جماعة بعد ما خلصنا الاكل كله، ادي الكشري، ادي الرز، ادي الصلصة بتاعتنا، وادي المكرونة، وادي العدس، وهنا ايه الحمص اخيرا استوى. هبدأ اغرف معاكم كده. هحط لهم في اطباق بقى
كل اللي نفسه في ايه في حاجة ازودها له. شوية عدس، افتح على ناخد حبة من الحمص كده. بصوا بقى الصلصة تحفة. والبصل المقرمش اللي احنا عملناه سوا، شايفين المنظر؟ شايفين شكله تحفة وبالهنا والشفا. هغرف معاكم طبق كمان. هنحط شوية رز والمكرونة طبعا، العدس والحمص اللي طلع عيني. نحط حبة الصلصة والورد بتاعنا، وألف هنا وشفا. وادي الشكل يا حبايبي بعد ما غرفت. ادي الكشري اللذيذ بتاعنا النهارده، واللي عايز يزود شطه يزود براحته. ما تنسونيش بقى في اللايك والاشتراك عشان قناتي تكبر بيكم.